السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله من المرة اللي فاتت كان فيديو مشتريات الاسبوع، والنهاردة هننظم مع بعض مشتريات الاسبوع مع بعضينا. دلوقتي بس هنعمل حاجة كده، نفطر بس كده في السريع علشان نقدر نشوف الحاجات الحلوة اللي احنا هنعملها مع بعضينا كده. وهيا بنا الى الجهاد. اولا بس هنفطر، هنعمل كوبايه شاي، ودي كانت جبنه قديمه من جبنه فلاحي، يعني قطعت عليها طماطميه وخيار وطماطم وخيار وعنب. والحمد لله نحمد ونشكر فضله كده وفطرنا. قولوا لي بقى انتوا ايه بتفطروا يعني؟ انا على طول بحتار في حكايه الفطار دي، وخصوصا ان احنا كل يوم كل واحد بيفطر لوحده. يعني مثلا الصبح بدري جوزي بيمشي على الشغل فبعمله فطار لوحده، بعد كده بفطر انا، وبعد كده عيالي بيفطروا. فكل يوم يعني كل يوم حد بيفطر لوحده، مش بنفطر مع بعض. يعني ده عاوز فطار معين، وده عاوز فطار معين، وده عاوز فطار معين، فاهمين؟ فعلشان كده انا ببقى كل يوم اللي هو ايه، انت هتفطر ايه، انت هتفطر، مخنوقه من حكايه الفطار ده. ونفس الحكايه الغدا. بص بقى البيت برضك يعني كالعادة. بص عشان احنا المكان ده الوحيد اللي بنقعد فيه ونذاكر ونلعب ونتنطط وكل حاجة، فعشان كده بيتبهدل بسرعة. لازم كل يوم ارتب وانضفه عشان يعتبر احنا عايشين في المكان ده. بس بصوا، جميل. بصوا انا كان في شوية مواعين، هم مش كتار يعني، بتوع بردك اللي احنا اكلنا فيهم وكده، يعني شويه قليلين. فقلت اعملهم وبعد كده اغسل الخضار اللي انا اشتريته وانضفه. علشان ايه؟ اشيله في التلاجة نظيف. انا بغسل، لما بغسل الخضار انا بغسله علشان انا المية عندي بتقطع، يعني المية بتقطع كتير، مش عشان انا عيالي بيفتح التلاجة يروح ياخدوا من غير ما يقولولي وكده، عشان هم صغيرين يعني مش هيعرف يروح يفتح التلاجة وياخدوا الحاجة من غير لما انا اروح اقول لهم او ان انا اروح اجيب لهم. هم بيخافوا يروحوا المطبخ لوحديهم، لما انا اروح معاهم لولا اجيب لهم الحاجة. فقلت اغسل بس الكام طبق على الكام كوباية اللي موجودين دول قبل ما المية تقطع. اصلا انا كنت بص عارفه انا بجري ورا نفسي، اللي هو يلا بسرعه بسرعه. اصلا انا في نفس اليوم رحت اشتريت الخضار، يعني عقبال ما قمت من النوم ورحت اشتريت الخضار، وبعد كده رجعت صورت الخضار قبل ما انشره، صورته عشان اعرفكم بالاسعار. وبعد كده رحت بعد كده غسلت المواعين علشان اقدر افضي الحوض عشان اغسل الخضار. فكان انا كنت بحاول ان انا اخلص بسرعة قبل ما المية تقطع، عشان المية بتقطع عندنا يعتبر الساعة 12 بالكتير خالص، الساعة 1 اللي هو يعني تبقى عملت معانا الصح، وبتيجي الساعة 12 بالليل. وهنا كده ابقى خلصت المواعين، مفيش غير كام طبق دول هماتي كده اغسلهم بسرعة، الكام معلقة كده دول اغسلهم بسرعة ونبقى كده خلاص كده خلصنا. انا في المواعين انا كنت في ميه، يعني الميه قطعت عليا، يعني هي بص الميه قليله خالص. فكنت بغسل ساعات بجزازة الميه، جزاز الماء اللي انا ملياها. فلما فيديو فقلت املاهم تاني، كان كام جزازة كده فيديو فمليتهم. هنا كنت مفكرة ان انا خلاص كده خلصت المواعين وخلصت، فلقيت دول همتهم مستخبيين. فرحت جبتهم، قلت يلا بالمرة عشان ايه ابقى كده خلصت من كل المواعين، عشان لما اجي اعمل الغدا ان شاء الله يكون كل حاجة نظيفة وايه ما تعبش نفسي. بصراحة المواعين كل يوم مواعين، كل يوم مواعين، يعني الصبح مواعين، بالليل مواعين، الظهر مواعين. المواعين ما بتموتش يا ولاد، على طول مواعين مواعين. واحد زهق والله من المواعين دي. انا هواتي بملى الجزاز المية اللي انا فضيتها في دعيك المواعين، يعني انا كنت اصلا بغسل اطباق ومعالق بمواعين بالمواعين بس متغطش. في واحدة عندنا فوق في الشقة اللي فوقينا طالبة معاها ان هي تعزل دلوقتي، قاعدة تكسر وتدغدغ. فايه يعني انا اليوم اللي انا اسجل فيه وعيالي نايمين الناس اللي فوقينا يعزلوا. هم والله مش سايبيني في حالي. هم انا عارفة دول اللي هم اعداء النجاح. نجاح ايه؟ واحنا اصلا فين النجاح اللي احنا ناجحينه ده؟ بس كده هنبدأ بقى في غسيل الخضار. ايوه، انا المرة اللي فاتت ما صورتش معاكم بصل، علشان انا بحوش العيش الناشف، يعني العيش اللي عندي بيفضل بشيله كده على جنب لحد ما ينشف، بعد كده بحطه في شنطة او في كيس يعني كده،
والراجل اللي هو بيدور كده باخده، ببيع العيش، مش باخد فلوس، باخد بداله بصل. فعلشان كده تلاقوا عندي انا كمية بصل يعني، على طول عندي بصل، فمش بشتري بصل. والبصل اللي عندي ان شاء الله يكفيني الشهر ده كله، يعني الحمد لله مش هشتري بصل. وكده كده البصل يعني مش غالي في السوق، رخيص، يعني الكيلو ونص ب10. انا بص بغسل كل حاجة، علشان زي ما قلتلكوا ان المية عندي لما بتقطع، وكمان انا مثلا المية عندي بتقطع اليوم كله، فانا بعمل الغدا بعد الساعة 2 يعني، علشان اكون لما خلصت كده. احنا اصلا مش بناكل بدري، فانا بعمل الغدا بعد الساعة 2. فاصلا ببقى محتاجة ان اغسل الخضار واعمل الاكل وكده. فانا لما يكون عندي اغلب الخضار مغسول ومتنضف، يعني مش محتاج غير بس ان انا لما اطلعه من التلاجة اشطفه كده بس، وابقى اللي هو انا متاكده ان انا غسلاه ومنضفاه، بس مش محتاج غير حبه شطيف. او مثلا بعد ما اقشر الحاجه اشطفها بس كده من مكان ايديا واغسل ايدي. فبيكون احسن واسهل عليا، علشان انا بعاني حرفيا من حكايه الميه دي. هنا غسلت الطماطم مع الفاكهه، علشان الطماطم مستويه، وما كنتش عايزاها تتهرس ما بين البطاطس والجزر وكده. المانجا دي تحفة يا بنات، انا مفرسها مع بعض وهنشيلها في الفريزر وهوريها لكم واحنا بنفرسها ان شاء الله، بس في الفيديو اللي بعد الجاي، عشان الفيديو الجاي ان شاء الله هتكون مشتريات الشهر من الخزين والفطار ان شاء الله يعني. الطماطم دي انا فرستها، طلعت منها المستوي، عملت بيه الغدا اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده. وعملت والمستوية حطيتها في التلاجة زي ما بقوله كده، بعوز اعمل منها سلطة، بعوز احطها على الجبنة نفطر، يعني اللي هي موجودة في البيت. الطماطم انتوا عارفين مش بنستغنى عنها. انا بنشف الخضار كويس جدا جدا قبل ما احطه في التلاجة، علشان برضك اقدر احافظ عليه في اكتر وقت ممكن يقعد معايا في التلاجة، علشان ما يبص مني. علشان برضك الحاجة يعني الوقت غالي، والواحد اللي بيجيب حاجة بيقول الحمد لله احنا جبنا، يعني احنا احسن من غيرنا بكتير. فاحنا كده خلاص، كده خلصنا الخضار وهروح انشفه. انا الفوطة دي على فكرة مستعملها للخضار بس، ماشي تمام، يعني دي بتاعة الخضار اللي هو بنشف بقى على طول الخضار بس. بغسلها كل مرة بعد ما بنشف بقى الخضار، بغسلها على ايدي ببريل، مش ببتاع، مش باريا المواعين، وبحطها كده وبغسل بيها كده يعني بفرط الخضار واحدة واحدة، مش واحدة فوق التانية، واحدة واحدة، وبسيبهم فترة كده طويلة عقبال ما ينشفوا. وبعد كده بحطهم في العلب، يعني في الاماكن بتاعتهم لازم انشفهم خالص من المية، عشان لو ما نشفتهمش من المية مش هيعيشوا معايا. وانا قلتلكوا في الفيديو اللي فات ان الخضار ده، يعني مثلا الخيار والبطاطس وممكن الطماطم والبدنجان وكل الحاجات اللي موجوده، كل الحاجات اللي انا جبتها دي هتقعد معايا 15 يوم ان شاء الله. لو عوزت عليهم حاجه هتكون حاجات بسيطه. وغير كده ان انا عندي كوسه في الفريزر انا قلت لكم، وعندي كيس ملوخيه، فالدنيا هتظبط معايا. هنا بصراحه انا ما بحبش مناديل المطبخ، جبتها كذا مره. انا يعني استعمالي في مثلا لما هعوز اصفي بطاطس بحطها في مصفى، بتكون احسن وبتكون ناشفه ومش بتشرب زيت. لكن لما بحطها على المناديل بيشرب الزيت، وبرضك البطاطس بيكون فيها زيت، فانا احسن بحطها في المصفى. وهنا برضك في الخضار علشان برضك يشرب اي ميه او اي سوائل، انا كنت في الاول بحط مناديل، بس لقيت برضك ان انا مبقتش اجيب مناديل، فهعمل ايه؟ فحطيت ورق، والورق احسن، والله العظيم والله العظيم ان الورق احسن ب100 مره من المناديل. علشان يعني دي حاجه ربنا هيحاسبني عليها. انا لما بحط ورق بيكون ورق نظيف طبعا زي ما انتوا شايفين كده ابيض، بحطه في العلبة من تحت، وعلى الوش كده بحط بردك بحط ورق زي ما انتوا شايفين، علشان يحافظ اي رطوبة، وكمان يمنع اي رطوبة تدخل للخضار. وكل شو يعني لو قعدت مثلا الخضار قاعد عندي فترة، مثلا في الاسبوع التاني بطلعه كده وانشفه كويس وارجعه تاني. الفاكهة عامة هي اللي مش بتقعد معايا، يعني عشان نبقى واضحين، المانجا بس عشان هتقعد معايا عشان انا هفرزها، لكن العنب هيخلص يعتبر ممكن بالكتير خالص تاني يوم. هنا بقى ايه، نسيت احط كيس، يعني هنا بص،
نسيت احط ورقة، رحت انا ايوه الليمون مش بغسله، انا بحط الليمون زي ما هو كده وبغسل الواحدة بوحدتها عند اللزوم. المهم فضيته ورحت حطيت ورقة كمان وحطيت ورقة من على الوش وبقفل البرطمان وبحطه في التلاجة علشان يقعد اطول فترة ممكن. الليمون اصلا يفضل بالطريقة دي عندي ممكن شهر مش بيجراله حاجة. هنا الطماطم، بص بفرز الطماطم، بص دي الطماطم الجامدة هحطها في التلاجة. وهنا طلعت الطماطم اللي كانت عندي من الاول في التلاجة، طلعت منها الجامدة حطيتها هنا، ودول المستويين اللي هطبخ بيهم النهاردة. وهنا كنت بظبط الخضار عشان يعني ايه هصوره لكم كده. هنعمل حاجة حلوة مع بعض، جميلة 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 والله. الحاجة الحلوة دي يعني هي مشهورة طبعا ومعروفة، بس ايه نعملها مع بعض. فاكرين باكل البسكويت اللي احنا كنا جايبينه مع بعض، طحنته وحطيته في البايركس من تحت. وهنا عملت كاستر. الكاستر حطيت كوبايتين لبن على كوبايتين ميه وكيس كاسترد، وحطيت 4 معالق سكر كبار بس كده، وبسيبهم على النار لحد ما بيتقل، وحطيتهم هنا في القوام ده. هنا الصوص الشوكولاته حطيت بتاع 50 جرام شوكولاته كده. وحطيت معلقه نوتيلا، النوتيلا بتاعتنا احنا المصرية العادية. وحطيت معلقة كاكاو خام، وحطيت نص كوباية لبن، بس نص كوباية لبن كانت كتيرة بصراحة، عشان كده الصوص تحسوه زي ما انتوا شفتوا كده كان خفيف، فانتوا حطوا لبن اجل وزيت، وقلبتهم مع بعض وحطيتهم على الوش، وزي ما انتوا شفتوا والله كان طعمها جميل. انا وريتها لكم. هنا هنعمل الغدا مع بعض. هنعمل ايه بقى يا ولاد؟ بصوا شوفوا بقى هنعمل ايه مع بعض، اكيد هتعرفوا دلوقتي طالما ايه شفتوا انواع المكرونه دي كلها، يبقى خلاص كده عرفتوا. هنعمل كشري. حطيت مكرونه سباكيتي ومكرونه اللي هي اللي بنحمرها اللي هي العاديه دي، وحطيت مكرونه كوع اللي هي احنا عندنا بنقول عليها مكرونه كوع يا جماعه، فانتم مش عارفين، مش عارفه انتوا بتقولوا عليها ايه. هنا المكرونه اتسلقت. وهنا في المكان التاني اللي هنا عن البوتاجاز التانية حاطه العدس بجبة يتسلق. بعد كده هنعمل الرز، فهحط في الاول حبة زيت، وهحط شعرية، هحط شعرية واحمر الشعرية. هنا بوريكم العدس. العدس ما كانش لسه استوى. العدس اكتر حاجة بتاخد معايا وقت على النار في السوا. هنا بقى ايه حمرت. انا قلت اعمل الاكلة دي بصراحة يعني حلوة، وفي نفس الوقت مش هتاخد معايا وقت كتير، علشان انا كنت تعبت خالص النهاردة. هي اي نعم بتوسخ مواعين كتيرة جدا، بس مش مشكلة عندي. هنا حمرت الشعرية وحطيت عليها رز، وقلبتهم مع بعض شوية، وبعد كده خلاص كده هسقيهم بالمية. ودينا كده ايه لسه اهو بنسقيهم كده بالمية. وحطيت تعرفين المية طبعا. هنا بقى حطيت معلقة ملح، وحطيت نص مرقة بس، ما حطيتش المرقة كلها علشان النص التاني. بص هنا حطيت نص مرقة بس. شلت النص التاني عشان هنعمل بيه حاجة تاني برضو كده على ما اعتقد. ان الرز خلاص. الرز مش خلاص، الرز انا حطيته على عين البوتاجاز الواطية اللي هي اصغر عين بوتاجاز عندنا. وهنعمل بقى البصلة مع بعض. حطيت كمية الزيت دي كانت عندي بصراحة محمرة فيها بطاطس مرة قبل كده، فقلت ان هي نضيفة يعني خسارة هكبها. مش هكبها كده كده، انا ما بكبش زيت، انا بحمر فيه لحد ما بيطلع عينه. بس ادينا هنا حطيت البصل، كمية بصل محترمة زي ما انتوا شايفين. شوفوا البصلة كبيرة قد ايه. وهفضل احمر في البصل لحد ما لونها يبقى لون ذهبي خالص، مش اللي هو اديها لونه خلاص زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. هنا على عين البوتاجاز التاني هيكون العدس بجبة استوى، هحوشه. وبعد كده هطفي عليه. بعد كده هفضي البتاعة دي مش عارفة اسمها، نسيت اسمها. وهحط هعمل فيها بقى التومة اللي هي الدجة. هحط توم وهحط وهحمر التومة، وبعد كده هحط خل. هنشوف دلوقتي مع بعض. هنا بشوف الرز كل شوية علشان ما يتحركش مني، عشان انا ايه مش عايزة حاجة تبوظ بصراحة، حرام.
هنحط كده دلوقتي اهو على عين البوتاجاز التانية حطيت الكازارولا، هي اسمها كازارولا او كازارولا، يا ريت تعدلولي في الكومنتات ومتزعلوش بقى من الغلطات اللي انا بغلطها. هنا حطيت التومة اهو فيها وحطيت الزيت وهسيبهم يتحمروا عقبال ما احمر التومة، وبقلب هنا وهنا بقلب هنا وهنا. ده هيحصل شجلباز دلوقتي، بس ايه اللي هياخد باله؟ هنا بحش البصل بقى بعد ما حمرته، بسيب شويه قليلين، على فكره دول شويه قليلين. بصوا البوتاجاز عمل ايه، على فكره عادي بتحصل في احسن العائلات. اصلا البتاعه دي كانت صغيره زي ما انتوا شايفين. هنا حطيت كمون وكزبره وفلفل اسود، وهحط توم بودره وبصل بودره، وهحط نص المرقه اللي انا قلت لكم. بصوا بصل حصل الشجلباز تاني. هنا فضل شويه طماطم عشان ما كفوش، فرجعت حطيت تاني. بص حطيت نص المرقه، وهحط توم بودره وبصل بودره وبس كده، مش هحط حاجه تاني. هنا برضك في الكزرولة اللي هناك دي حطيت الصلصه. بعد ما حطيت الصلصه حطيت شويه ميه، وحطيت توم، وحطيت بصل بودره وتوم بودره وكمون وكزبره وانتوا عارفين، وفلفل اسود. علشان ايه؟ القولون يا ولاد. انا مرضتش اعمل التجليه برضك بتوم، علشان احنا عيله عندها القولون، احنا القولون عندنا وراثه في عيلتنا ما شاء الله. هنا خلصت، وهنا بقى هنغرف مع بعض احسن طبق كشري هتاكلوه في حياتكم، والله العظيم تحفه. اكيد يعني انا مش هعلمكم ازاي تعملوا الكشري، انتوا اشطر مني بكتير وتعرفوا تعملوا احسن كشري في الدنيا، بس برضك الكشري بتاعي حلو. بصوا احنا لما بنشتري كشري من بره، انا بحب الشطه، فاحنا لما بنشتري كشري من بره باخد الشطه واشيلها في التلاجة لحد ما يبقى عندنا يوم زي كده، واحطها على الطبق بتاعي، علشان انا عيلتي كلها ما بتحبش الشطه. وكده نبقى نكون خلصنا الفيديو بتاعنا معاكم النهارده، ويا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو مشتركين في القناه دوسوا لايك. وبيتك بيتك يا عم بخ.